السم ما قتلوش، بس الحسد جاب أجله. ما كانش مجرد قارئ قرآن، ده كان حالة خشوع ماشي على الأرض اسمها الشيخ محمد صديق المنشاوي. إن هدى الله هو الهدى. صوته اتسمى الصوت الباكي، بس الحقيقة هو كان إنسان قلبه أرق من صوته. الشيخ محمد صديق المنشاوي اتولد يوم 20 يناير سنة 1920. اتولد في بيت القرآن فيه أسلوب حياة. أبوه الشيخ صديق المنشاوي قارئ كبير وليه تسجيلات في إذاعة سوريا ولندن واللي لسه بتتسمع لحد النهاردة. عمه الشيخ أحمد السيد قارئ مشهور، رفض يقرأ في القصر الملكي علشان اشترط شرط صعب، إن المقاهي توقف الخمور وقت إذاعة القرآن، شرط أعجز الملك نفسه. يعني من الأول المنشاوي طالع من مدرسة قرآنية صاحبة هيبة ووقار. المنشاوي كان طفل مختلف، من وهو عنده 4 سنين دخل كتاب القرية. الشيخ أبو مسلم خد باله بدري إن الطفل ده مش طفل عادي، حفظ القرآن بالكامل وهو عنده 8 سنين، وبعدها سافر القاهرة يقعد عند عمه ويتعلم علوم القرآن. وعند 12 سنة بدأ يدرس علم القراءات، وعند 15 سنة اسمه بقى معروف في سوهاج والبلاد اللي حواليها. كان طفل بس صوته كان أكبر من سنه بكتير. فضل يقرأ القرآن في المساجد والمحافل لحد ما اعتمدته الإذاعة، وبقى لقبه مقرئ الجمهورية المصرية المتحدة. وكان المنشاوي بيجل ويحترم كل أقرانه ويسمع لهم، لكن قلبه كان متعلق بصوت الشيخ محمد رفعت. ولما الشيخ رفعت اتوفى راح المنشاوي بنفسه يعزي أهله وقرأ له القرآن. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. المنشاوي كان إنسان قبل ما يكون شيخ، كان لين وعطوف ومش بيكسر بخاطر حد، وما كانش بيرفض دعوة قراءة حتى لو الناس بسيطة أو فقراء. كان شايف القراءة فرصة لرضا ربنا مش للشهرة. ولما جات له دعوة يقرأ بره مصر راح، ومش بس راح، ده ساب أثر. في إندونيسيا قرأ والناس بكت وهو بكى من بكاهم، وده خلى الرئيس سوكارنو اداله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسوريا كمان ادت له وسام تاني. نيجي بقى لواحدة من أخطر الحكايات في حياة المنشاوي، وهي محاولة قتله بالسم. بعد سهرة قراءة جات له دعوة عشاء، صاحب البيت اتفق مع شخص حاقد يدسله السم، بس الطباخ ضميره صحي وكأن ربنا بينقذه، جري عليه الطباخ وهمس في ودنه وحكاله كل حاجة. المنشاوي عرف الطبق وادعى التعب وأكل كسرة عيش بس وقال دي تبرية منكم، وقام ومشي في كل هدوء. والسم فشل يأذيه، لكن الحسد كان ليه رأي تاني. في آخر قراءة ليه في عزا في حد معروف بالحسد بصله وقال ده حنجرته باين منها المية. ثواني والدم نزل من فم المنشاوي ودخل المستشفى، وبعد أيام الشيخ محمد صديق المنشاوي مات. وزي ما قالوا السم ما قتلوش، بس العين جابت أجله. وعلشان نكون منصفين نقدر نقول إن الراجل اللي حسده ما كانش السبب الرئيسي في وفاته، لأن المنشاوي كان عنده قصة مرض قديمة. المنشاوي وهو صغير أصيب بدوالي المريء وكان بيتألم، بس ما سابش القرآن، لدرجة إن ناس كانت بتقعد تحت بيته تسمعه من غير ما هو يعرف. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولما كبر الرئيس عبد الناصر أمر بعلاجه في لندن، بس القدر سبق ومات بعد حادثة الحسد. ومن حسن خاتمة الشيخ إن آخر لحظة في حياته كان بيقرأ القرآن، تحديدا سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومات المنشاوي يوم 20 يونيو سنة 1969 عن عمر 49 سنة بس. محمد صديق المنشاوي ما كانش قارئ صوته حلو وخلاص، كان إنسان خاف من ربنا،
فربنا رفع من قدره وأحسن خاتمته. المنشاوي ساب لنا تسجيلات لما نسمعها نحس إن القرآن لسه نازل حالا. المنشاوي مات بس صوته لسه بيحيي القلوب. قال